السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ كل عام وانتم بخير. ان شاء الله سنة 24 تكون سنة سعيدة علينا جميعا. تعالوا بقى هنعمل النهاردة قبل رمضان كده. هنخلل الفسيخ. تمام. المعروف الفسيخ بيتعمل بالسمك البوري. بس النهاردة انا جايبة سمك بوري، وفي كمان البياعين قالوا لي في سمك تاني هيبقى فيه مسابقة بين نوعين من السمك. في مسابقة بين السمك البوري، واحنا عارفين طعمه وجماله بيبقى زي الفل. لسه بقى دلوقتي هنشوف المسابقة بين السمكتين اللي هما مختلفين، هنشوفها. يلا معايا. ادي السمكة الاولى اللي هي البوري اهي، زي ما انتم شايفين ما شاء الله السمكة كبيرة عشان ترمي معايا لحم. تمام. انا جبت سمكتين. والسمكة التانية الماكريل دي انا مستغرباها، بس انا هجربها معاكم، لسه اول مره هجربها. انا جبتها سمكه هي ماسكه نفسها وجميله، بس طبعا هي متجمده شويه. كل اللي هنعمله انا جبت صينيه وفيها شويه ورق من الابيض، ورق كراريس اللي هي الابيض. تمام. وهفرش عليها كمان ورق مناديل كده. انا فرشت بقى المناشف بتاعه المطبخ اهي، مناديل المطبخ، وهبتدي احطها هنا. انا كل اللي عايزاه ايه؟ انا عايزه هنا كل سمكايه تتجفف كويس قوي، تنشف، ما بقاش فيها نقطه ميه. تمام كده. انا هجفف اهي اول سمكايه اهي كده زي ما هي كده، ما تخليش فيها نقطه ميه، لازم تكون ناشفه. وهجيب السمكايه، هاجي من هنا من الظهر وهفضل اضغط عليها زي ما انتم شايفين، بضغط عليها، بفصل السلسله بتاعه الظهر منها، بفصلها خالص. دوسي عليها جامد. تمام. تمام. من البطن والظهر كده احنا بنفصلها، يعني احركيها كمان يمين وشمال كده. انا كده حاسه ان ايه، خلاص فصلت من ايدي، فهبتدي هنشفها تاني. نجيب مناديل تاني وهبتدي انشفها كويس قوي. كده لسه انا ما خللتش، لسه في مرحله تجهيز الفسيخ. تمام. دي حاسه ان هي نشفت معايا، هاجي من هنا كده هفتح بقها، افتح بق السمكه، امسكها في المناديل. تمام. وهجيب الخله بتاعتي زي ما اتفقنا، وهحطها جوه السمكه دي. بتعمل ايه؟ بتعمل لي فراغات بين السمكه، بس خليها ايه، حته صغيره عشان تعرفي تشديها منها. تمام. حطيناها هنا ايه الخله اهي في بق السمكه، وهبتدي هجففها تاني كويس. وهنجيب معانا الملح الخشن. انا كده ما بخللش، انا بنشف السمكه، يعني ممكن كمان هنا ترش على المناديل ملح عشان هتنزل لسه الميه بتاعتها، لسه في مرحله التجهيز. تحط لي كمان عليها شويه شطه. جهزنا الجنب ده، هجيبها كده، عايزه اوسع بس ليا، وهبتدي احط السمكيه دي كده، هقلبها هنا وهرش عليها ملح تاني. الملح ده بينشف لي السمكه، يخرج الميه منها وينشفها. تمام. هعمل الباقي وارجع لكم. سمكه التونه بقى اهي، عايزين بقى برضو نفس الحكايه اللي نضغط عليها. انا بضغط عليها اوريدي بتنزل الدم بتاعها. تمام اهي.
بس التونه بقى يا ريت تبقي حذره شويه معاها، ما تضغطيش عليها جامد. احنا قلنا البوري هنضغط عليه جامد، لكن التونه لا، او سمكه الماكريل. تمام، هننشفها كويس قوي. وهنا برضو هنفتح خياشمها. انا هحط فيه منديل عشان انشف كل ده. اطلع، بصوا كل ما بتطلعي منه بتطلعي الدم اللي فيه. تمام كده. برضو لسه هتنزل تاني. هنجيب بقى هنا، هنفتح بقها وهنبتدي ندخل برضو الخله بتاعتنا اهي جوه السمكه. بس دخلت لحد الديل بس. تمام خلاص. هنشف تاني. وهنبتدي نحط عليها الملح بتاعها والشطه برضو، مرحله اللي هي التجهيز. ادي الملح وادي الشطه. تمام، هنقلبها. الملح يا جماعه، الملح الرشيدي الخشن ممنوع في المخللات. الملح الناعم ممنوع، والكيلو رخيص. يعني تبقى 10 جنيه هتلاقي عندك كتير. تمام، هعمل القطعه التانية وارجع لكم. كده انا خلصت خلاص الكميه بتاعتي. هنجيب بقى مناديل وهنبتدي نغطي. تمام، غطي. وفوطه نضيفه عندك يا ريت تغطيها تاني وتلفيه كويس في كيس كبير. تمام، وان شاء الله هنبيتها ليله. هنبيت الصينيه زي ما هي كده ليله، تنزل بقى كل الدم اللي فيها. وبعد كده هنبتدي بكره ان شاء الله هوريكم تخليل الفسيخ ازاي. شايفين بقى كده ايه تاني يوم؟ شايفين الميه كلها نزلت من على السمك. شايفين الميه عامله ازاي؟ شايفين السمكه بقت متحنطه ناشفه. بصوا شايفينها عامله ازاي؟ متحنطه اهي، ما فيهاش ميه خالص. السمك كله اهو ناشف. تمام، هنا كمان التونه. نشوف التونه برضو. التونه نفس الحكايه كده. يبقى السمكه ان شاء الله هتبقى معانا كويسه. تمام، هنبتدي نشيل بقى ايه الخله اللي احنا حاطينها في بوز السمكه. شايفين الخله اهي. تمام كده. سمك التونه نزل لي كل الدم اللي فيه. برضو مش هستكفي كده، برضو هنشفه تاني واشيل طبقه الملح اللي كانت مبلوله بالميه دي عليه. هنشيلها وارجع لكم. كده بقى جففنا السمكه كويس وجبنا عندنا هنا الملح الخشن والشطه. بصي يعني ممكن تحطي معلقه شطه كبيره ومعلقه صغيره بابريكا ومعلقه صغيره كركم. تمام، والملح يعني حوالي 6 معالق ملح. احنا هناخدهم دلوقتي وندربهم على بعض. وهنبتدي نحشي الخياشيم وبق السمكه نفسها. تمام، بس انا عايزه الخليط كله يمتزج كويس مع بعضه. ماشي، هنجيب بقى ايه البوري الحلو ده كده وهنبتدي نحشي هنا اهو. انا نشفت كويس قوي بالمناديل من جوه في الخياشيم. تمام، وهنجيب هنا بوز السمكه هنفتحها ونبتدي نحط بقى ايه بايدينا كده
وتزقي. تمام. انا عايزه تحطي فيها شويه حلوين، لان ده اللي هيملح لك السمكه كويس قوي قوي قوي. هي قافله بقها، بس ايه، حاولي تفتحي وتبتدي تحشي فيها لحد ما يتملي. شايفين بدأ بقها ايه يتفتح اهو. كده تمام. خدنا لحد اخر حبه فوق الوش اهو، اهي قدام الكاميرا اهي. تمام. الخياشيم حط لها الملح كويس قوي، لان ده تخليل السمكه من الخياشيم. خلاص كده هنحشي كله زي ما حشينا دي بنفس الطريقه. تمام. وبعد كده هوريكم هنكمل بقيه السمكه تغليفها ازاي ولفها ازاي. كده بقى جبت استرتش وفتحته، وهبتدي عملت خلطه تاني من الملح، وهبتدي ارش تحت السمكه نفسها ملح. تمام. ده الملح اللي ايه هنخلل بيه السمكه. تمام. هنزود تاني ملح. هنحط فوق السمكه. تمام. وهنبتدي نقفل عليها. تمام. زي ما انتم شايفين كده بقى ايه، هنكملها كده بقى تقفيل. الحته اللي ما فيهاش ملح هنحط فيها شويه ملح وهنقفل. يعني معلش عايزه ايه بكره استرتش لوحده. تمام. غلفناها خلاص، قفلنا عليها. زي ما انتم شايفين كده اهي، شايفين شكلها كده الملح يغلفها كلها. تمام. هنعمل التانيين وارجع لكم. كده بقى ايه خلص الماكريل معانا. الفسيخ الماكريل هفتحه، التاني البوري مش هفتحه عشان ده اوردر. تمام. ده انا عاملاه عشان نشوف النتيجه ايه مع بعض. هفتحه دلوقتي ونشوف. كده السمك بعد ما فتحناه السمكه ناشفه اهي، مش طريه خالص. كده نتيجه التخليل نفسها النتيجه ممتازه. تمام. هنشوف. انا بتكلم دلوقتي بقى الطعم، يعني احنا عارفين طعم الفسيخ البوري. تمام. لكن مش عارفين طعم الماكريل بيبقى طعمه ايه. هفتحه وهشوف. كده بعد ما اتقطع اهو زي ما انتم شايفين، انا قربت الكاميرا اهي عليها. شايفين اللحم بتاعها دايب ومستوي يعني اهي. شايفين مقطوعه ازاي دايبه اهي مستويه. خدت معايا قد ايه؟ خدت معايا 3 اسابيع. تمام. طعمها عايزه اقول لكم جميله جدا، مش وحشه. يعني دي ممكن نرجحها بعد البوري. دي رقم 2. انا ما كنتش مقتنعه بصراحه، بس يعني بصراحه قلت اجرب الفكره. ده سمكتين مش حاجه كيلو يعني، بس فعلا حلو. جربوه هيعجبكم. بالهنا والشفا.